يا نبيون يا متابعين الحلوين، احنا هلا ايه قصر على الصوت ولا حط السماعات، تقروشت ما اعرف اركز. ايه لا يفوتك يا خوي، تعال شوف. وش اشوف؟ هذا واحد توني ضايفه يشتغل في مسلسل، اتوقع انه مدير انتاج. يعني حق مصنع؟ وش مصنع يد بشا، تعال شوف وتفهم. اوف مساء الخير عليكم، نحن الان بالتصوير. هاي المخرج العمل. كاميرا حقيقية يا عيال. يا ابوي ذولي طاقم كامل. طب وين مكانهم؟ شوف فلتر الحي مكتوب. اي والله انك صادق يا عيال. الحي ذا قريب، وش رايكم ندزها ونشوفهم على الطبيعة قدام. عاد جت من حظنا، توهم راسلين سنابه قبل 3 دقائق. دزينا يا عيال قبل ما ينحشون. امشي. اوف كل الخلق ذول العالم عشان يصوروا مسلسل؟ اتحداك يا شيخ، صدق انا كنت احسبهم 3، المصور والممثل وذاك اللي يقول 1 2 3 اكشن. يلا مشينا يا عيال، مشينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اركد فديتك يا الطاقية البطلة. خير، شو جاي تسوي انتوا عندي هون؟ خير، حنا جايين نبي نتفرج. ان نتابع سنابك واهلي يتابعون سنابك واخوياي. يا اخي سناباتك ما شاء الله تبارك الله. اطلق سناب في الرياض انت. الله يخليكم، ليكم ضلوا هون بس بشرط من غير ازعاج، من غير صوت. اذا سمعتكم عم تلمسوا بدي اطردكم برا اللوكيشن 3، مفهوم؟ ما ينفع نمثل؟ اي والله هو صادق. ما بدك تخلينا نمثل؟ والله العظيم اقسم بالله انا من يوم وانا صغير وانا كذا هدفي التمثيل، حتى كنت اطلع في الاذاعه اقول هل تعلم. يا سليمان وين الكومبارس؟ يلا يا استاذ ثواني وجايين. تعالوا لكم شباب، تعالوا بسرعه. شو بدك؟ ولك تعالوا خلصوني. الموعد الضايع تكون 3 2 1 اكشن. ايوه ابو محمد، مثل ما خبرتك ابي اقابلك بكره بخصوص الموضوع اللي بيننا على الساعه 9:30 ان شاء الله نكون هناك. لا ابد سلامتك. هلا حبيبي، مع السلامه. اوكي كات. يعطيكم العافيه يا شباب. يعطيك العافيه. يلا يا شباب لموا الاغراض عشان ننقل اللوكيشن الثاني. يعطيكم العافيه يا شباب، والله بيضتوها معي. وعشان هيك حكافيكم كل واحد. هي 100 إلك و100 إله و100 إلك كمان. وروحوا سجلوا اساميكم هلا عند الوليد ورقم تليفوناتكم عشان اجيبكم مره ثانيه كومبارس، ماشي؟ والله بيضتوها معي اليوم. ما قلنا هل تعلم؟ والله يا انا انغبنت، ما خلاني اقول ولا كلمه، بس كذا ساكت، وبالاخير اعطاني 100 ريال. اقسم بالله غبنه كاننا ديكور. والله العظيم شوف الاخ، اكيد يبي يعطونك كومبارس، اجل تبي يعطونك بطوله من اول مره يا ذيب. يا استاذ ما تصير فنان حقيقي وتصير ممثل صح لين تبداه من المسرح. مسرح ايه يا ابوي انت من جدك؟ انت سامع المثل العالمي اللي يقول اعطني مسرحا وخبزا اعطيك شعبا مثقفا؟ يا عيال الواد يرمي حكم يمين يسار زي اللهب. طيب وشلون نطلع فوق المسرح؟ دلنا. يا ابوي ايش ده؟ هذه الجمعيه يا سبك، تستهبل انت وجهك يا ابوي. ذا بيت ناس، شكلك مضيع انت. يا حبيبي الجمعيه بكبرها مستاجره ذا البيت. ما دام الموضوع كذا اجل كدينا خير يا حلو. لم يعد المكان كما كان، فليس للماضي شيء من الحاضر، ولم يتبقى منها سوى أوراق الشجر المتساقطة على الأرض، وباتت أحذية للمارة على الطريق. اما عاد دي مسرحيه يا عيال، مربط نفسه وحاط شرشف فوق راسه وياكل سندويش ذا السبق. لو سمحت احترم العرض المسرحي. احترم نفسك انت، هذا كبرك وجاي تحضر عند ذا السبق. شوف يا عامر، خلينا نتفق ان اللي حصل منك البارح بالمسرح كان غلط، بس هذا ما يمنع اني معجب في موهبتك كفنان كوميدي ناجح. شكرا يا استاذ، وانا اسف على اللي صار غصبا عني. ما علينا. على العموم انا ما جبتك عشان اناقشك في موضوع المسرح، انا جايبك علشان موضوع ثاني. عندي عمل مسلسل ضخم وبيك تكون معي.
اذا كومبارس ب100 ريال كنسل من الحين. لا يا عامر، انت شكلك مو شكل كومبارس، راح تكون معي بطولة. اذا بطولة موافق، بس ابي كاش 100,000 ريال. لا يا حبيبي، بما ان اول ظهور لك راح يكون اجرك قليل، بس اذا نجحت واشتهرت اشترط وحط المبلغ اللي تبي. موافق، اتحداك يا منتج البطل. اكشن. اصلا انا متوهق فيكي وما ادري شلون امي خطبتك لي، ولا انت مقشع. انا ما احبك ما احبك. يا اخي انا وش سويت لك؟ تراك اكثر من مره جرحتني. يا استاذ ما تعرف تمثل، عكت. عيد تاني يا عامر، تفضل. يلا تعالي. قل اكشن. اكشن. اصلا انا متوهق فيكي وما ادري شلون امي خطبتك لي، انت مقشع. يا اخي انا وش سويت لك؟ حرام عليك، ترى كل مره تجرحني. برافو عليكي، الحين اوكي يا استاذ. ممتاز يا حبيبي. يلا يا شباب اللي بعده تفضلوا. اكشن. لا تفهمني ولا افهمك، اعتقد ان كلامي واضح. انا ما ابي نصيحتك يا ابوي، انا ما احب احد يتدخل بخصوصياتي. تفهم ولا ما تفهم؟ قط. ايوه قط يا عامر. ها يا عيال كيف؟ كبير يا عامر. يا معلم. يا ولد وش الاداء الحلو، وش التمثيل الزين، حتى كت يوم قالت تحس انه فنان. يوه تمثيلك زين لها. معليش يا عيال، ما اقدر اقوم، تعبت من التمثيليات. يا رب نشوفك ممثل قد الدنيا. قول كت. قط. اصلا انا متوهق فيكي وما ادري شلون امي خطبتك لي، انت مقشع. يا اخي انا وش سويت لك؟ حرام عليك، ترى كل مره تجرحني. هذا مو بسنه ولد عمك عامر؟ الا هو. لا 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 شبه له شبه له. هلا هو. واخذ يا بس يقلع فضحنا. ولدك عامر يطلع بالتمثيليات، الله لا يبلانا ما بلاو. يا سواد وجهك ابو عامر. بل والله من زود الحرص ما تدري ولدك وش يعمل. المهم يا ابو عامر قل لولدك لا يفشلنا ويفشل عائلتنا، ويترك عنه هالعفن وهالتمثيليات والترزز عند هالمزيونات. هي هالترزز عند المزيونات يتركوا. عامر رجال سبير ولا اقدر اتهاوش انا وياه، لكن انا موعدكم اني بتفاهم انا وياه ان شاء الله ويهدي الله. تبي تحاول ليه؟ ما هم معجبينك هالرجال. ها؟ اسمع يا ابو عامر، بما اني عمدة العائلة ابي اصدر قرار عائلي صارم انه ما يطلع اسم عائلتنا بالتلفزيون ومع الحريم. ولدك يقطع الجواد ولدك. اسمع والله اني لا اجليكم عن هالحارة وان العائلة تبرى منكم. تسمع انت؟ نسمع وابشر ابشر بالخير ابشر بالخير كلكم. هالحين ما زعل وجهك انت؟ روح تمثل مع حريم، سوت وجه قدام الله وخلقه، واخر واحد يعلم انا. حسبتها مفاجأة حلوة لك، ما دريت انك بتحطمني. والخيبه وما جيت تبشرني فيه. الحين وش فيها اذا مثلت مع حريم؟ الطيار مع مضيفات بالطيارة، والدكتور مع ممرضات بالمستشفى، ايش معنى الممثل؟ ليتك والله صرت طبيب ولا طيار، لكن والله هذا بعيد عن شاربك يسعد الوجه. نجمنا اليوم عامر، على أن مشاركته لأول مرة إلا أنه قدر يسرق كل الأضواء. يوي يا معلم، راديو مسرح جرايد تلفزيون يوتيوب كله يتكلم عنك يا كبير. يا اخي يا حظك يا عمر، طلع ممثل ومشهور. يا اخي ايش انك تمشي معنا الحين ما سحب علينا؟ عفا عليك، بس مو انا اللي اسحب على اخوياي علشان شهرة. بس المشكلة يا عيال كل الناس راضية علي الا ابوي. سيبه يا ابوي سيبه كذا فتر راح يشوف نجوميتك قف طلعت فوق حيرضى مع العالم. تهقى انهقى يا ابوي، انا ما احب احد يتدخل. يا اخي من هو ذا الممثل؟ هابين في ذا اليومين وانا ما هضمته. حرام عليك، الا تمثيله زين وهرجه زين. وتبى الصراحه والله انها زي من الاتراك اللي يجونا الايام هذه. يا رجال ما عندك سالفه لا انت ولا هو. شوف هذا قم خلينا ناخذ مع سيلفي قم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولا تحش في الرجال وتقول يا اخي الورعان هذول مشاكل. لا والله مسرور. يلا حيه، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو اخبار الوالد؟ بخير. والوالدة والاخوان كلهم طيبين؟ الحمد لله على السلامة والله. تفضل اقلط. ما بقلط، تو جاي من القصيم بو معامته يا بي بحلم بحث الديوان الحكوميه، قلت مالي الا ولد عمي، بما انك الحين مشهور وممثل يا بي بيكتف زعلي. ابشر بعزك ما طلبت شيء، اروح واخلص لك اياها وتستاهل انت ولد عمي. ابى اروح اجيب شماغي واجيك.
اولا هنجز. لو سمحت يا غالي، سام انتم موقفين سيارتكم موقف في اي بي، طلعها ووقفها موقف مراجعين. حنا في اي بي يا خرفهم، هذا الفنان عامر الممثل. ما عرفت أنا. لا والله، عندك بطاقة ممثل؟ لا والله ما عندي بطاقة ممثل، بس عندي بطاقة الأحوال. لا حبيبي، عطنا اي شيء يثبت طيب انك ممثل. إيه وانا بذا مقاطع له يوم انه بالتلفزيون وانه ذا. تعال اوريك اقرب دقيقة يا جناب. دقيقة يا جناب. أصلا أنا متوهق فيك. عرفتك والله. تو بنور المكان، نعذرنا والله. لكن بطلبك طلب، وانت نازل ابى اتصور معك. أبشر بعزك. يلا مشينا. كول قايل لك يعرفونك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شو عندك؟ لا بس ولد عمي جاي من القصيم ولها معاملة عندكم هنا وجاي يفزع له. لا يا شيخ، واثق الاخ. ما عجبوك الناس اللي واقفين برا؟ ضف ولد عمك ويلا اطلع برا، صف مع الناس اللي برا. جو بس جو ذا. ما أعرف أنا. هذا علت يا رجال، جو بس جو. يلا. النشبة ذا يبيك، النشبة ذا يبيك، النشبة ذا يبيك. ألو. هلا. إيه معك عامر. وين أجيكم؟ طبرجل. أبشر يصير خير إن شاء الله. الله يقلع ذا النمبر بوك. عز الله انه وهجه. وانت بعد مثله وهجه. يا الحبيب حبيب سحب علي. وش فيك؟ وش السالفة؟ تعرفون الممثل عامر هذاك اللي يقول اتحداك عندي في المكتب؟ هم عود. والله انا ذليت الذل، اقسم بالله سويت نفسي ما اعرفه، وجاي على باله برستيج وجايب ولد عمه بيتوسط له. وانا اسوي اقول يا اخ اطلع برا. ليتو خلصته ومشيته، تكفى بتصور معاه. لا تخاف، مجمد امه عند الباب. يا هلا والله ويا مرحبا. سم ولد عم الغالي غالي. العادي يا ولد تسلم يبا. والله يا اخوك العذر والسموحه يا عامر، تصدقني ما عرفتك قبل شوي ولا كان مشيتك على طول، بس انا علموني الشباب قالوا هذا الفنان عامر، هذا الفنان، ولا انا تابعك بس على الطبيعي شكلك يختلف. ما قصرت يعطيك العافية. سم يا اخوك سم هذا كرتي، يمكن تحتاجني في مشهد ولا حاجه، ترى عارف امثل انا، لو كمبارس بس يمر من عند الشاشه عادي جدا، ما في مشكله ولا اخوك، اي وقت تحت امرك طال عمرك. هي تصلح كومبارس وتصفق بعد. معلش يا اخوي عامر، ابى اعطلك شوي بس ابى اخذ لي صورتك يا اخوك، معلش ثقلنا عليك، معلش. ابتسم عاد، لا تصير عاد انت تبذر بالحيل، ابتسم. لا يا ابن الحلال، ابشر بالخير. يا بيجي يا ابن الحلال، ما هو بيقول لي لا انا يا ابوه. يلا يا مالله عامر. سم يبا. في واحد من الجماعه قالها ابو سند، عازمني على العشاء وملزمني عليك انت بالذات، يقول جيب الفنان معك علشان نشوفه ويشوفون الجماعه والعيال، وانت ما تبقى الا وانا ابوك. ابشر بعزك يبا، ابد انا تحت امرك، بس ما قال لك ومفشلنا ومسود وجيهنا وكذا يعني؟ واحد يسأل ابوك، لا خلاص انت فنان سبيل الحين، فنان معروف. السلام عليكم. عليكم السلام، يلا حيوا. يا هلا بعامر، هلا بالفنان بالنجم، يا هلا بعمي، هلا وسهلا. يلا حيوا. الله يحييك. يا هلا اقلط. طيب وخر يا وليدي وخر. تعال بعد. هلا يلا هيا ابو عامر، يا هلا. زي بنت. شلونك؟ قال لك طيب. خير. زي بنت، وخر انت وسبحتك تومي به، وخر. اجلس يلا حي عامر. يا هلا بعامر، يا من عن الوقت قفيت انت الذي من عقب هذا ولا ذاك. اقول استرح الله يسلمك. ها؟ استرح. زين. يا هلا يلا حيهم، يا هلا بعامر، يا هلا. بس يا ولدي شوف اسم العائله ما انت حاطه في التماثيل، ترى نفتخر بك وتقود وجيهنا انت. اقود وشو؟ وجيهنا. عجيب. ها؟ عجيب. القهوة توغل، القهوة. النشبة ذا يبيك. سلمت. النشبة ذا يبيك، النشبة ذا يبيك، النشبة ذا يبيك.
بعد اذنكم يا اخوان، بعد اذنكم. هلا ابو احمد، متى بكره؟ ابشر ابشر، خلاص ان شاء الله باذن الله الساعه 9 وانا عندك. هلا بك. اخبارك عموري؟ شلونك؟ وين الدنيا بك؟ الحمد لله بخير. وين شفت خبر اول يوم نطلع ونجي ونروح جميع هالبران؟ لا والله ما خبر. لا يا رجل، لا هلا علمنا وش هالتمثيليه وش اللي تصورهن هذول. وهو بناء عندكم مزيزات ولا لا؟ اللي مزيزات ما مزيزات، تستهبل انت. لا يا ترى تمثيل يا حبيبي زي الطب. الطب. يا رجل خلنا ناخذ سنابه. هذا رفيجي من اول، من ايام الطفوله وهو معي، والحين صار نجم ما شاء الله وهو ممثل. تذوب ما اعرفه. هذا هو يا ولدي؟ اي هذا هو عامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله، شو عندك هنا؟ ابد جاي سياحه، جاي اتقضى لاهلي. طيب عادي اصور ولدي معك؟ لي الشرف، تفضل. هلا والله، وش اسمك؟ محمد. اتحداك يا محمد، ايش ذا الشعر البطل؟ فيديو ولا؟ فيديو ايه؟ اتحداك يا محمد، اركد بديتك. اتحداك كبير انت يا كبير. هلا والله بالعيال. خلاص بس على فكره ترى انا ما قد شفتك ولا اعرفك ولا قد شفتك في التلفزيون، بس ولدي ازعجني يبي يصور مع هالفنان، ولا انا ما قد شفتك نهائي. يلا يا ولدي مشينا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي ممكن اسالك سؤال؟ سم. انت فنان؟ ايه انا اللي امثل. يا اخوي دارين انك فنان وغاثنا كل يوم بالتلفزيون، احنا بس جينا نسالك وش تشجع؟ اشجع المنتخب. يا اخي اترك عنك حركات الدبلوماسيه هذه، علمنا جد وش تشجع. تبون الصدق عاد؟ انا اشجع المنتخب واتابع الدوري السعودي، بس اميل شوي للهلال. شوف يا حبيبي، هنا فنانين، نادي الهلال كله فنانين يا حبيبي. يا رجال لا يكثر انت، وانت طلعت زيك يا اجل، طحت من عيني والله. وش دعوه يا الغالي؟ ترى ماني بمتعصب، احب لعب النصر وفن الاهلي وروح الاتحاد. اترك عنك المثاليه، ما غير تشجع كل الفرق السعوديه، لا تسلكنا بس. اتحداك. وجينا نخطب بنتكم لها زوجة. الصغيرة يا عم، الصغيرة. تبي الصغيرة؟ والله ان ودي، لان عامر كل واحدة تتمناه، لكن يا ولدي لو انتم جايين نمس كان يمكن ماكني، لكن ولد خاله جاء وخطبه، والوسطى بعد هالايام خطبه، والكبيرة خبر خذت بعد معرس تنول، ولا والله ان نتشرف بكم يا ابو الليل. السلام عليكم. هلا. كيف الحال؟ هلا وسهلا. طيب الفنان عامر؟ ايه عامر معك. ما شاء الله تبارك الله، وتصلي بعد. وش رايك يعني؟ لا ما دامكم تصلون على الفنانين ان شاء الله فيكم خير. يعني ما يصلي الا انت؟ بس ما توقعت احد يعني من الوسط الفني ويخالط ممثلات ويحافظ على الصلاه. عموما فرصه سعيده. احنا اسعد. ممكن سيلفي اذا مالك امر؟ ما يخالف، بس خارج المسجد. طيب الله يعطيك العافيه. حبا باللي جاء باللي جاء، ويا مرحبا باللي جاء وباللي جاء. ارحب وين الايام الاولى، وين الايام الحلوه يا اخي، لك فقده اقسم بالله. والله يا عيال اني فاقدكم، لكن اليوم جايكم بالاستراحه وابيكم ما تعلمون احد اني انا موجود. ابى اقفل جوالي، بنعيد ذكريات اول، بلاي ستيشن وبلوت وهجوله وفله. وش رايكم؟ هيا بلاي ستيشن يا معلم، تعال هيا تعال. اقعد عطى بدري عليك يا شكر. روح. عامر، قصدي النجم عامر. هلا والله بكفته. كويس انك هنا. ايش عنده؟ ما ادري عنه، كمل. هيا تعال شوف عامر. افتح يا سمسم ابوابك نحن الاطفال، افتح واستقبل اصحابك نحن الاطفال. اركب بديتك.